أهلا بكم في قناة Welcome to Makalwa Dal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا دايما معلومة مهمة جدا في دقيقة. لو دخلنا على اعدادات استوديو يوتيوب عشان نرفع الفيديو بتاعنا، هنخش كده على عرض المزيد، هنلاقي قدامنا الخيار ده اللي هو محتوى معدل. الخيار ده ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفة تعمل فيه ايه، هل تحط نعم ولا تحط لا. طالما الفيديو بتاعك مش بيحتوي على اشخاص معروفين معينين زي رؤساء دول او ممثلين او كذا وانت عاملهم بالذكاء الاصطناعي، فاختار لا. دايما اختار لا، لانه اذا اخترت نعم معناتها انك روبوت. فده اختيار مهم جدا، ناس كتير بتقع فيه. امتى تختار نعم؟ لو انت بتعمل شخصيات معروفة اجتماعيا بالذكاء الاصطناعي وبيقولوا حاجة هم مش بيقولوها، زي الناس اللي بتعمل نكت مثلا او بتتكلم على لسان رؤساء في صورة كاريكاتيرية او كده، فده بيتحط له نعم. اما اذا كان الفيديو بتاعك عادي مش بيتكلم عن اشخاص او اماكن مش حقيقية، او يتضمن مشهد يبدو حقيقيا ولكنه لم يحدث فعلا، يتضمن لقطات معدلة لحدث او مكان حقيقي، في الحالة دي انت بتحط لا. نعم دي بتمنع انتشار الفيديو بشكل غير طبيعي، فدايما خلي الاختيار ده مفعل هو لا. تاني حاجة معانا، لو رحنا كده على setting ودخلنا على upload default او اعدادات رفع الفيديو ودخلنا على الادفانس سيتنج، هنلاقي عندنا حاجة مهمة جدا اسمها الكاتيجوري او الفئة بتاع القناة. الفئة بتاع القناة مهمة جدا، احيانا حتى بتختلف من فيديو لفيديو. يعني لو قناتك مثلا بتقدم فيلم انيميشن هتخليها فيلم انيميشن، بتقدم اغاني هتخليها ميوزك او سونج. لو بتقدم محتوى متنوع يبقى كل فيديو بتعدل الموضوع حسب الفيديو اللي انت بترفعه، لو قناتك قناة منوعات. ده اعداد مهم جدا برضو نخليه في الحسبان. تالت حاجة تعتبر مهمة معانا جدا 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 اللي هي allow automatic dubbing. دي بتساعد على انتشار الفيديو بتاعك بشكل غير طبيعي، لانه اكتر من دولة بتقدر لو فعلت الاختيار ده اللي هو allow automatic dubbing، بتساعد اي دولة انه تقرأ العنوان بتاعك باللغة بتاعها او بأي لغة هي عايزة تسمع الفيديو، بتقدر تسمع الفيديو أو بتقدر تتفرج على الفيديو. فده اختيار مهم جدا اللي هو allow automatic dubbing. لو حسيت ان المعلومات مفيدة في وقت قليل ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناة. شكرا جزيلا.